السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة سدرة. وحشتوني بجد، بقالي كتير قوي ما نزلتلكمش فيديوهات. معلش حقكم عليا، انا كنت مقصرة معاكم. النهاردة عيد من اخواتنا المسيحيين، كل سنة وهم طيبين. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والنهاردة معانا برج الحوت. برج الحوت دوت من الأبراج الطيبة جدا جدا، يعني مش قادرة أقول لكم البرج ده طيب ازاي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وهتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة في عنوان الفيديو، واللي محتاج أي حاجة يخش يكلمني على طول. تعالوا نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله بسم الله. برج الحوت. بص يا برج الحوت، انت بادئ السنة، يعني انت بدأت السنة بس بموضوع، يعني تعبك نفسيا. في موضوع جواك تعبك نفسيا، مخليك مذبذب. الموضوع ده مخليك مذبذب، مخليك مش عارف تفكر، مخليك مش عارف تاخد قرار صح. وكل اللي حواليك اتخلوا عنك، كل شوية يقولولك احنا ملناش دعوة، احنا ملناش دعوة. مشكلتك يا برج الحوت ان لما حد بيجي ينصحك انت ما بتقبلش النصيحة، وبتعمل اللي انت عايزه، في الاخر بترجع تقول الحقوني. وده طبعا غلط. بص يا برج الحوت، في 2 واقفين لك في الطريق، في شخصين واقفين لك في طريقك، واقفين لك بقى للصح او واقفين لك للغلط. بس هو في 2 واقفين لك في طريقك. قلبك مش فاضي بنسبة 100%، بس هو في حد وانت مش عارف تحقق معاه اللي انت بتتمناه. انت عايزه يبقى ليك وكل حاجة، بس في شوية عقبات، في عقبات في الموضوع، فانت مش عارف تحقق معاه اللي انت بتتمناه. في مشكلة معاك يا برج الحوت، بتاخدك وبتوديك. يعني هو في مشكلة معاك بتاخدك وبتوديك، بس ان شاء الله ان شاء الله هتتحل. متقلقش، ان شاء الله هتتحل. انت في دوامة، انت في دوامة يا برج الحوت. خلي بالك يا برج الحوت، انت في حد كان ظلمك بس ربنا جاب لك حقك. تمام، كان في حد ظلمك وجاي عليك، بس ربنا جاب لك حقك. وعايزه اقول لك حاجه تانية، في حد فتح بقه ان هو في حد بيتكلم عليك، وبيتكلم عليك بالوحش، والكلام ده بيوصل لك بس انت مش عارف تواجهه، عشان انت ما بتحبش المواجهة، بتخش في نقاش وما بتعرفش تاخد حقك. فده برضو صفة فيك انا ما بحبهاش بصراحة، ما بتعرفش تاخد حقك فبتلتزم الصمت. بس هو في حد فاتح بقه عليك عمال يتكلم عليك، عينك مليانة دموع على طول. عينك كلها دموع يا برج الحوت، ليه كده بس؟ عينك مليانة دموع. برج الحوت، انت لو بامكانك ان انت تسيب الشخص اللي في قلبك ده، سيبه. بس الدموع بس، لا حول ولا قوة الا بالله. نرجع تاني، لو بامكانك يا برج الحوت ان انت تسيب
الشخص اللي في حياتك سيبه، عشان هقولك حاجة يا برج الحوت، ومن غير زعل، موضوعكم مش هيكمل، في عقبات كتير في الموضوع ومش هيكمل. فبدل ما نفسيتك تتعب وقلبك يتدمر ويتكسر، سيبه انت من نفسك عشان تبقى حاسس ان انت منتصر. في عيون، لا حول ولا قوة الا بالله، في عيون كتير كتير كتير، لا حول ولا قوة الا بالله. حبيبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بص يا برج الحوت، طريق كله مشاكل، الطريق اللي انت بتعيط عليه كله مشاكل، كله مشاكل. فشوف ايه الموضوع اللي انت بتعيط عليه وعايزه يتحقق وانساه، حاول تنساه، لان صدقني كله مشاكل، هتتعب وهتقع في الاخر. يعني انت هتتعب وهتقع برضه في الاخر، انت مش هتكمل يا برج الحوت، لا حول ولا قوة الا بالله. بس يا برج الحوت، خف شوية خف شوية خف شوية من المظاهر اللي انت بتعملها. انت شخصية مظهرية. يعني ايه مظهرية؟ بتتباهى بمظهرك عشان انت جميل وعشري وكل حاجة، بس خف الناس عينيها عليك، مش قادرة اقولك. انت كان في حد لسه عامل متوفي، او عندك شخص في مستشفى، شخص تعبان او شخص لسه متوفي، لا حول ولا قوة الا بالله. يا برج الحوت، خف مظهرية شوية، العين عليك صدقني. والموضوع بتاع الشخص اللي في قلبك اللي مش عارف تحقق معاه حاجة، كله مشاكل، طريقه كله مشاكل، وفي الآخر لو كملت وعاندت في قرارك هتوصل لطريق سد وهتقع. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم قناة سدرة، أشوفكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.